السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ معاكم أخوكم حمدي وجيه، طالب بالفرقة الثالثة، قسم التقنية الحيوية أو ما يعرف بالبايوتكنولوجي، كلية الزراعة، جامعة الأزهر بالقاهرة. أحد الطلاب الأوائل على دفعتي، الحمد لله، امتياز سنة أولى، امتياز سنة تانية، أول دفعة سنة أولى وتاني دفعة سنة تانية. حابب أشارك مع حضراتكم قائمة الفيديوهات دي. هتكلم معاكم عن الكلية، بحيث لو أنت طالب ثانوية عامة، ثانوية أزهرية يعني، وبتفكر تدخل الكلية، أو حتى ثانوية عامة، بس طبق الكلام ده على نظامكم بره في العام. لو أنت طالب وعايز تدخل الكلية حبا فيها، أو لو جات لك تنسيق، أو لو أنت طالب بالفعل في الكلية وعايز تستفاد. نظام الدراسة في الكلية عندنا 4 سنوات. ال4 سنوات دي عبارة عن فرقة أولى وفرقة تانية تدرسها شعب عامة. شعب عامة يعني إيه شعب عامة؟ شعب عامة زي هندسة. سنة أولى هندسة بنسميها إعدادي لأنهم بيدرسوا من معظم الأقسام، نفس النظام عندنا بالظبط، هنطلق عليها إعدادي زي هندسة. بندرس من معظم الأقسام، يعني ما بندرسش الأقسام كلها، ما بندرسش الأقسام كلها. يعني عندك زي بايوتكنولوجي اللي أنا دخلته، ما خدناش منه لا في أولى ولا في تانية. عندك صناعات غذائية، ما درسناش منه لا في أولى ولا في تانية. عندك إرشاد، عندك تعاون، مبيدات، بيئة. يعني في بعض الأقسام ما درسناهاش، لكن معظم الأقسام درسناها. تاني حاجة ننتقل للأقسام. معظم الأقسام درسناها. ما أنا نسيت أقول لك، إحنا عندنا 21 قسم. يعني الكلية فيها 21 قسم، العدد ده مش هتلاقيه في أي كلية تانية نهائي. يعني 21 قسم ده عدد مهول، قدامك 21 تخصص تقدر تشتغل فيهم. معنى كده فرص عملها موجودة كتير جدا، وخصوصا إن أنت في دولة زراعية. حتى في دولة ساحلية موجود قسم أسماك، موجود يعني، موجود شغل. يعني محدش يقول لك كلية الزراعة ملهاش شغل، لأ طبعا. ال21 قسم متواجدين ب21 وظيفة مختلفة. آم، طيب، آه، نبدأ بجامعة الأزهر. نفترض إن هي بذرة. البذرة عشان تنبت بتحتاج 3 أوساط. الوسط الأول تربة، الوسط التاني مية اللي هنضيف عليها، الوسط التالت الشمس والهواء، الهواء الخارجي، الوسط الخارجي من الآخر، وسط جوي. آم، البذرة هتبدأ في عملية الجرمينيشن، إنبات. هتخرج معانا نبتة صغيرة. هنفترض إن ده اللي بيعمله النبات، قسم النبات الزراعي. هتكبر النبتة شوية، هنبدأ ندرس الاقتصاديات بتاعتها، ده اللي بيعمله قسم الاقتصاد. هتكبر النبتة شوية، في جوه بقى عمليات كيميائية وميتابوليزم وريسبيريشن وفوتوسينثيز والكلام ده كله، كيمياء. تكبر النبتة شوية، يجي دور قسم البايوتكنولوجي. طب أنا عايز أعمل نبتة مثلا مقاومة للحرارة، نبتة مقاومة للجفاف، نبتة مقاومة للبرودة. عايز أعمل نبتة مثلا تديني محصول ضعف المحصول الطبيعي، فببدأ أتلاعب فيها جينيا. نبدأ ندخل معاكم بقى على الأقسام بتاعة الكلية. نبدأ ندخل على الأقسام. إحنا قلنا لحضراتكم إن هم 21 قسم، وعشان المصداقية هم 21 قسم وشعبة. معنى كده إن في حاجة اسمها قسم، في حاجة اسمها شعبة. إيه الفرق ما بينهم؟ هنفترض إن المظلة الكبيرة دي اسمها قسم، نطلع منها واحد، نطلع منها اتنين، شعبة وشعبة. معنى كده إن القسم الواحد يندرج تحته أكثر من شعبة. تمام. آه طب هل أنا هذكر لك ال21؟ هذكر لك ال21. هل أقول لك القسم ده تحتيه كذا، القسم ده تحتيه كذا، القسم ده تحتيه كذا؟ هقول لك، ولكن يعني هقولها لك بطريقة ما تخليكش تسرح مني، طريقة ما تخليكش تقعد تحفظ كتير، لا. يعني أنا قلت لك كام نقطة، كام نقطة دول أنت عرفت بيهم ال21 قسم، يعني بطريقة سهلة، طريقة جميلة. عندنا أول مظلة اسمها مظلة الإنتاج الحيواني. مظلة الإنتاج الحيواني دي يندرج تحتها شعبة الإنتاج الحيواني، شعبة الإنتاج الداجني، قسم الأسماك. أنا ليه قلت على دول شعبة وعلى ده قسم؟ لأن شعبة الحيواني وشعبة الداجني هما شعبتان يندرجان تحت قسم الإنتاج الحيواني. قسم الأسماك كان شعبة زمان عندنا في الأزهر، ولكن انفصل أصبح قسم لوحده، ولكنه في عام هو شعبة تالتة مع الشعبتين الأولانيتين
التي تندرج تحت قسم الإنتاج الحيواني. نبدأ ندخل على قسم أو على مظلة الإنتاج النباتي. قسم البساتين، قسم المحاصيل، قسم الأراضي. 3 أقسام في عام، 3 أقسام في أزهر، مفيش أي اختلاف. نبدأ نخش على مظلة الإنتاج الغذائي. عندنا قسم تكنولوجيا الأغذية الذي يعرف باسم الصناعات الغذائية، ده الاسم الدارج بتاعه ما بين الطلاب. وعندنا قسم الألبان، كلا منهما قسم منفصل عندنا في الأزهر، لكن في عام يندرجان تحت مظلة كبيرة اسمها مظلة الصناعات الغذائية. قسم تكنولوجيا الأغذية، قسم الألبان. مظلة وقاية النبات، شعبة المبيدات، شعبة الحشرات، يعني كل منهما شعبتان يندرجان تحت قسم وقاية النبات. عندنا قسم الحيوان الزراعي. قسم الحيوان الزراعي ده كان شعبة من وقاية ولكن منفصل بقى قسم لوحده. شعبة أمراض النبات. شعبة أمراض النبات يعني المفروض هي شعبة تحت وقاية، ولكنها عندنا في الأزهر شعبة تحت قسم النبات العام. وقسم النبات العام يندرج تحتها شعبتان: شعبة أمراض النبات وشعبة الوراثة. الوراثة جاية هنقولها بعدين في موضوع تاني. طيب أنا ليه حطيت أمراض النبات هنا؟ لأن القسم قائم على كده، إن أنا أشوف مثلا إيه أعراض النقص في النبات، أديله الجرعة السمادية المناسبة. أنا كده يعني إيه، عملت وقاية للنبات. نبدأ على المظلة الخامسة. المظلة الخامسة دي تنقسم لمظلتان: مظلة بعنوان الأقسام العلمية، ودي قسم البايوتكنولوجي. وبالمناسبة قسم البايوتكنولوجي ده هو أول قسم بايوتكنولوجي يتفتح في كليات الزراعة على مستوى الجمهورية برئاسة الدكتور فوزي الفقي، أستاذ دكتور من قسم وراثة جامعة الإسكندرية. قسم الوراثة اللي احنا قلنا عليه من شوية إنه يندرج تحت قسم النبات العام مع شعبة أمراض النبات. قسم الكيمياء الحيوية الزراعية وزي بتاع علوم بس يختلف شوية. في علوم بيدرس يعني كيمستري از جنرال، احنا عندنا سبيسيفيك شوية في مجال الزراعة، ندرس كيمياء بروتينات، كيمياء ألبان، كيمياء لبيدات، كيمياء أراضي، في التصنيع الغذائي، يعني مايلين شوية لمجال الزراعة. وفي قسم بيئة برضه للعلم. قسم البيئة ده هو قسم البيئة الوحيد اللي موجود في كليات الزراعة على مستوى جمهورية مصر العربية على حد علمي، هو ده القسم الوحيد اللي موجود. طب المظلة التانية بعنوان أقسام اجتماعية: قسم الإرشاد الزراعي، قسم المجتمع الريفي أو ما يعرف بقسم الاجتماع، قسم الاقتصاد الزراعي، قسم التعاون الزراعي. قسم اقتصاد، مش اقتصاد ده اللي في كلية تجارة زيه، بس هناك انت اقتصاد جنرال عموم، لكن هنا في متخصص في الزراعة. وده الجوكر، الشعب العامة دي الجوكر بتاع الكلية. ليه قلت الجوكر؟ شفت ال20 قسم دول شعب عامة بتشتغل شغل معظمهم، معنى كده ما بتشتغلش كله. عندك بايوتكنولوجي، عندك وراثة، عندك بيئة مثلا. آم، يعتبر فعلا هم دول الكلية. الشعب عامة ما بتجيش جنبهم خالص، لأن هي حاجة منفردة، حاجة تانية، عايزة كورسات وعايزة تعب وعايزة اجتهاد ومجهود كبير. بس بالكورسات يعني الدنيا بتظبط، سواء في ال3 أقسام دول أو في الأقسام التانية. معنى كده إن شعب عامة هي أعلى قسم، هي أعلى قسم بره. بره فين؟ في عام. بره ليها وضعها، يعني على حد علمي بيدخلها أوائل الدفعة، لكن عندنا احنا في الأزهر قيمتها الصراحة متدنية شوية. بيدخلها الناس اللي السكور بتاعها مش عالي أو الناس اللي تبقى متوفق ومعها مادة أو مادتين. معنى كده إن دخولي قسم من الأقسام ده معتمد على تقدير، معتمد على تقدير. معنى كده إن أنا لازم أذاكر في أولى وفي تانية، لازم أذاكر في أولى وفي تانية، لأن دخولي القسم بيعتمد على 80% تقدير تانية و20% تقدير أولى. طب واحد يجي يقول أنا مذاكرش في أولى وأجيب تقدير في تانية، لأ هتتسوح. نفرض مثلا إن محمد وعبد الرحمن، عبد الرحمن جايب امتياز أولى وامتياز تانية، محمد جايب مقبول أولى وامتياز تانية، الاتنين في تانية جايبين امتياز مثلا 90%. طيب والاتنين عايزين يدخلوا قسم الكيمياء الحيوية. قسم الكيمياء ما بياخدش غير 25 طالب كل سنة. ال25 دول كانوا هم رقم 25. عندنا محمد وعندنا عبد الرحمن، الاتنين جايبين 90%. طب أنا آخد ده ولا آخد ده؟
أقوم راجع لسنة أولى، ألاقي عبد الرحمن كان جايب امتياز أولى، محمد جايب مقبول. لأ، هاخد عبد الرحمن لأن هو كان راجل ملتزم في أولى وفي تانية، جايب امتياز في السنتين. والتاني ده هيروح فين؟ هيروح للشعبة أو القسم التاني اللي هو كان كاتبه بعد كده. نفرض إن هو كان كاتب صناعات، هيدخل صناعات. معنى كده إن أنا لازم أذاكر، لازم تذاكر. معنى كده إن الكلية صعبة. هي صعبة وسهلة. صعبة إزاي وسهلة إزاي؟ صعبة على الشاطر وسهلة على المهمل. طب حضرتك مدرك أنت بتقول إيه؟ صعبة على الشاطر وسهلة على المهمل. اللي أنا بقوله لك ده للأسف صح. صعبة على الشاطر من ناحية التزام. يعني أنا كواحد، أنا كنت كل يوم لازم أنزل من بيتي، لازم أروح أحضر محاضراتي كلها من الساعة 9 لحد سيكشن اللي بينتهي الساعة 6. ده كله انضباط والتزام، ده كله تعب، ده كله مجهود أنا ببذله. فدي الصعوبة. لازم أروح أكتب الحاجات اللي أنا أخدتها في الكلية، لازم تتذاكر. دي كلها صعوبة، كلها صعوبات. لكن التاني اللي هو المهمل ده بقى، يخرج يقعد في الكافيتيريا، يروح يلعب، يخش المدرج ينام، ما يحضرش من أساسه، يروح يقابل بنات عند الجامعة ورا. سهلة بالنسبة له والأمر عادي ومفيش أي حاجة. لكن تعال أنا وهو في اللجنة، أنا بكون قاعد باش حاطط رجل على رجل، قاعد معايا إزازة المية بتاعتي، قاعد معايا كوباية الشاي، ومجرد إن أنا إيدي بتتحرك كده في الورق. تعال شوف هو عامل زي الحرامي، بيلف يمين وشمال عشان يشوف حد يديله، مش لاقي. فلازم الناس تجتهد علشان ما تحطش نفسك في موقف من المواقف البايخة دي. كمان في قسم هنا عايز أتكلم عليه، موجود في العام مش موجود عندنا، أو قسمين. قسم الميكروبيولوجي موجود في العام لكن مش موجود عندنا، لسه ما افتتحناهوش. وفي قسم الهندسة الزراعية، ده بيدخلوا شعبة علم رياضة في ثانوية عامة، لكن مش موجود عندنا. ليه؟ لأن هو أصلا كلية مستقلة، اسمها كلية الهندسة الزراعية، بتنسيق مستقل، تنسيق أعلى من تنسيق زراعة، مقارب بتنسيق علوم. فدي كلية تانية خالص ملناش دعوة بيها نهائي، ومش هنتكلم عليها أصلا في السلسلة بتاعتنا. طيب في السلسلة بتاعتنا دي إحنا هنتكلم عن شوية ثوابت، أو معنى شوية ثوابت. الثوابت دي آم، أول حاجة محتوى الأقسام. هنتكلم عن كل قسم عن 5 حاجات: تعريف بكل قسم، شروط القبول في كل قسم، مواد كل قسم، فرص العمل لكل قسم، والكورسات التي ينبغي أن نأخذها في كل قسم. تاني ثابت معانا التعيين. أنت ليك إن أنت تتعين، ك... يعني ماجستير ودكتوراه في جامعة الأزهر عندنا في الكلية، بس إذا فتح التعيين يعني إن التعيين مغلق حاليا، مفيش إمكانيات. ليك إن أنت تتعين في الجامعة برا من الجامعات الخاصة إذا طلبوا، يعني طلبة ماجستير ودكتوراه. ليك إن أنت تتعين برا كمنحة لو هتسافر ربنا يكرمك. ليك إن أنت تتعين في المراكز البحثية. المراكز البحثية يعني تطلب ناس تدرس ماستر وبي اتش دي، فتتعين أنت ونصيبك. تالت حاجة من الثوابت الكورسات. يعني الكورسات دي يعني خليك حافظ عنوان كده، العنوان ده باسم التدريب لدى الجهات المعنية. يعني إيه؟ يعني هتدرب في المزرعة دي، أو هتدرب في المصنع ده، أو هتدرب في الشركة دي، أو في المعمل ده. دي ثابتة في الأقسام كلها. رابع ثابت معانا بعنوان الشرعي، لأن إحنا بندرس مواد شرعية. المواد الشرعية دي ثابتة لكل الأقسام. مش معنى إن أنا دخلت تقنية وأنت دخلت بساتين إن أنت هتاخد مادة شرعية وأنا هاخد مادة شرعية غيرها. لأ، هي نفس المادة الشرعية. ندخل على المواد الشرعية بداية من سنة أولى. عندنا 5 أجزاء من القرآن من تحت، من جزء عامة. عندنا عقيدة أو ما تعرف بالتوحيد. عندنا فقه. في سنة تانية عندنا 5 أجزاء من القرآن، سيرة وتاريخ الخلفاء الراشدين. في تالتة 5 أجزاء من القرآن، تفسير. في رابعة 5 أجزاء من القرآن، حديث. دول ثابتين، وبيبقى في الترم التاني مش في الترم الأول. كده احنا قلنا الثوابت اللي معانا، ذكرنا لكم الأقسام، وقلنا إن الناس تذاكر عشان الكلية صعبة وسهلة زي ما وضحنا، صعبة على مين وسهلة على مين. وعشان يكون واضح قدامكم برضه، يعني الكلية عايزة مذاكرة كتير، عايزة مذاكرة جامد. فالناس تشد حيلها. مش معنى إن أنت جاتلك زراعة وأحبطت خلاص دي نهاية المطاف ونهاية العالم. أنا واحد من القاهرة،
ده أفقه شيء عن الزراعة. دخلت الكلية تنسيق، جبت 78%. دخلت كلية تنسيق معرفش فيها أي حاجة، ربنا كرمني واجتهدت والحمد لله ربنا كرم. طب أنا دخلت القسم ده ليه بالذات؟ دخلت القسم ده ليه؟ هقول لكم القصة دي في فيديو تاني، لأن احنا زي ما قلنا إن دي سلسلة فيديوهات. فسلسلة الفيديوهات دي هنتكلم عن الأقسام دي كلها، وأقول لكم ليه أنا اخترت قسم بايو تكنولوجي بالذات. أتمنى مكنش طولت عليكم، بس دي المقدمة. ولازم تكون البدايات مشوقة. وأتمنى يعني إن السلسلة دي تكون مفيدة وتفيدكم على قد ما أقدر. وأتمنى إن انتوا تدعولي متنسونيش في دعائكم. واللي محتاج أي حاجة، رقم تليفوني موجود أهو، يقدر يكلمني واتساب أو يرن عليا حتى لو محتاج. آه، أتمنى تكونوا سعداء بالفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.